شاب عنده توحد بيقرر يتعلم ازاي يتعامل مع الناس، لكنه بيتصدم من الواقع باكتشافه حادثة بتحصل في شغله والراجل بيخون مراته وبيقتلها. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الاخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. بارت شاب جامعي لسه مخلص دراسته بس بيقرر يشتغل وظيفة استقبال في فندق علشان يحسن مهارته في التعامل مع الناس، ده لانه مريض توحد وبيكون واثق في ذكائه اللي هيأهله انه يتعلم المهارات دي بسهولة. وكمان بيدعمه صاحب الفندق لانه ذكي جدا. وبنعرف ان بارت في بيته عايش مع امه بس بيكون حابس نفسه في البدروم بتاع البيت وبيكلم امه على طول عن طريق الكاميرا او بيعرف منها اللي هي عاوزاه عن طريقها برضه. وبيكون ليه نظام يومي ماشي عليه بالدقيقة وبيكرر النظام ده كل يوم ومش بيزهق منه. وبيكون بارت عامل خدعة في النزلاء وهي كاميرات مختفية في غرفهم علشان يتعلم مهارات تقليد تعبير وشهم، وفي وقت فراغه بيقلد حتى اصواتهم في كذا موقف ليهم. وفجأة في الشفت الليلي بتاعه بتدخل ست جميلة جدا عليه بيكون اسمها كارين وبتطلب غرفة وبيكون باين عليها الحزن الشديد، وبيعتبره بارت ساعتها انه احساس جديد عليه وبيديها على طول غرفة فيها الكاميرات بتاعته وبيقعد يسمع لها مميزات الغرفة دي علشان تطلبها فورا. ولما بتطلع بيتفرج عليها بارت وبيراقب كل تحركاتها حتى وهي بتغير هدومها. وبيدخل عليها واحد غريب وبيتكلم معاها بعمق، وبيوصل ساعتها زميل بارت اللي هيستلم منه الشفت واللي بيوصل بدري عن ميعاده شويه، وبياخد باله ان بارت بيتفرج على فيديو لكنه مش بيهتم، وبيعرفه انه جه بدري علشان يمسك منه الشفت بدري وهو ممكن يروح ويستفيد بالوقت ده. لكن بارت بيكون متضايق لان زميله كسر له الروتين اليومي بتاعه وبيكون مخنوق جدا وهو ماشي، وبيستغل الوقت ده وبيروح يجيب ايس كريم وبياخد عربيته معاه وبيروح على البيت. وفي بيته بيشوف كارين وهي بتزعق مع الشخص التاني وبتعرفه انها لسه باقيه عليه وبتحبه بالرغم من انه خانها مع بنت اصغر منها في فندق تاني وفي غرفة برضه زي دي. لكن الشخص التاني بيتنرفز عليها وبيضربها وبيكون بارت ساعتها مش عارف يتصرف ازاي، بس كل اللي في دماغه عايز ينقذ كارين. ولما بيوصل الفندق فعلا بيدخل من البوابة الخلفية للفندق، بس زميله بيطلع بره وبيشوف عربية بارت مركونة وبيفتكر ان هو ممشيش. واول ما بيسمع صوت ضرب النار بيجري على الصوت فورا وبيلاقي بارت قاعد قدام جثة كارين القتيلة، وبيعرفه جاك انه ما يلمسش اي حاجة وهيكلم الشرطة حالا وهيرجع له فورا. وبيكون بارت مفزوع جدا لانه اول مرة يشوف جثة قدامه، وبيشيل الكاميرات بتاعته من الغرفة قبل ما الشرطة ما تيجي، لكن بيقع منه كارت ميموري. ولما بتوصل الشرطة بيعرف المحقق بحالة بارت النفسية اللي بيكون مرتب كلامه كله وبيبان انه متلهوج في كلامه، واللي بيخلي المحقق يشك فيه ده بسبب مثالية ترتيبه للاحداث وانه حتى بيجاوب من قبل ما يسأله. ولما بيتهموا المحقق ساعتها بيعرفوا ان هو ملقاش سلاح الجريمة اللي ممكن تكون بصماته عليه وبكده مش دل. ولما بيسأله عن سبب رجوعه تاني بالرغم ان الشيفت خلص بيقول له ان محفظته نسيها في الفندق ورجع تاني، واول ما سمع صوت ضرب النار جري عليه زي زميله جاك بالظبط. وان دليل مروحه البيت ساعتها انه اشترى ايس كريم من محل جنبه وممكن يراجع الكاميرات بتاعته. وبيعرفوا انه وصل صحيح بدري لانه ما شافش الجاني وهو كان هرب خلاص. وبيعرفوا المحقق ساعتها ان هو بيشك فيه بسبب اعترافات زميله عليه انه شاف تليفونه وهو بيتفرج على غرفة شبه غرف الفندق، وده معناه انه ممكن يكون بيراقب النزلاء. لكن بارت بيرد عليه بحجة ان هو ما عندهوش دليل على الكلام ده وان زميله بيتهيأ له. وبعدها بياخد بارت على اسم الشرطة وبيوصل وقتها نيك جوز كارين القتيلة، واللي بيكون منهار جدا بسبب موت مراته وخصوصا لما شاف جثتها وتأكد ان هي كارين. وبعدها بتوصل والدة بارت وبتاخد ابنها وبتعرف المحقق ان ظروفه الخاصة دي ما تسمحلهوش بالتحقيق معاه غير في وجود طبيب نفسي ومحامي ليه من الهيئة الاجتماعية، فبيعتذر لها جدا وبيسلمها له. ولما بيرجع بارت مع امه بيديها دماغه علشان تبوسه وبتلمسه، ودي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي بارت يحس بالامان من ساعة موت ابوه. وتاني يوم في شغله بينقله المدير لفندق تاني تبعه بنفس الوظيفة، وبتوصل زبونة شابة جميلة اسمها اندريا، ولما بتعرف حالة بارت بتتكلم معاه باعجاب شديد جدا وبيديها مفتاح غرفتها وبيكون مسجل كلام بارت في الجرافطة بتاعته اللي موجود فيها كاميرا، وبيشوف الفيديو بتاعها اكتر من مرة حتى لما بيروح البيت وما بيزهقش منه. وبعدها بيقابلها تاني يوم في السوبر ماركت بالصدفة وبيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتعرفوا اندريا بان هي كان عندها اخ عنده توحد برضه بس حالته كانت اسوأ منه بكتير لدرجة انه فضل مع نفسه لغاية ما مات لوحده.
وكان رافض ان هو يقابل حد تاني خالص، لكنه بيرد عليها بارت بنبرة صوت تعاطف، وفي نفس الوقت بيقول لها ان كلنا كده كده هنموت وكله رايح. فبتضحك اندريا على رده ده اللي مش لايق على التعاطف بتاعه. وبالليل بتكون راجعه اندريا للفندق سكرانه مع واحد بيوصلها وبيبوسها، وبتدخل وبتسلم على بارت اللي بيكون قلبه مكسور، وبيكون برضه جاهز الكاميرات اللي في غرفتها علشان يراقبها، وبيشوفها وهي بتولع السيجاره وبيكون معاها ولاعه في غرفتها. وبالرغم من كده بتطلع علشان تطلب من بارت ولاعه من معاه، وبيكون عارف ان دي تلكيكه منها علشان تكلمه، وبيديها الولاعه وبيطلب منها ان هي تدخن بره. فبتقلع هدومها وبتنط في حمام السباحه قدامه، وبتطلع تاني وبتعرفه ان هي بتحب واحد متجوز وده سبب حزنها الشديد. وبيبوسها بارت علشان يواسيها، لكنه بيكتشف انه اتسرع في مشاعره دي، فبيعتذر لها على طول، لكنها بتفضل جنبه وما بتبعدش عنه وبتلمسه عادي. وهو كمان بيكون سايبها في الوقت ده ومش بيمنعها، وبيعرفها بارت انه هيحميها وهيفضل جنبها وانه مش بيكذب في ده. وبنرجع للشرطه اللي بتعرف ان كان في حد فعلا بيراقب الغرفه عن طريق كارت الميموري اللي لقوه، وبيتاكد اتهام جاك زميله ليه بالتجسس على الغرف. وبنعرف ان الفيديو يا دوب جايب رجل القاتل بس. ولما بيعرف نيك ان مراته كانت بتخونه مع واحد تاني والفيديو ده بتاع عشقها، بيحزن جدا لانه كان بيحبها جدا وما بيشكش فيها ولو للحظه. وبيروح بعدها المحقق لبارت ومعاه امر بالتفتيش لبيته، وبيعرفه انه مسح الهارد ديسك كله ومش هيلاقي حاجه عليه. بس المحقق مش بيصدقه لان صعب ان شخص ذكي زيه يعمل حركه غبيه زي دي وما يكونش شايل نسخه احتياطيه لفيديو مهم زي ده. وبيعرفوا المحقق ان الفيديو اللي لقوه ما ظهرش فيه قدامه مجرم غيره، وانه هيبقى القاتل بمجرد ظهور اداه الجريمه تاني، وهي المسدس اللي اتقتلت بيه كارين. وبسبب معالجه مخ بارت السريعه بيقرر يروح يغير شكله علشان يعجب اندريا وتقع في حبه المره دي. بس بيشوفها بعدها وهي في حضن واحد تاني، لكن قبل ما بيمشي بيشوف على رجله وشم قاتل كارين، وبيعرف وقتها ان هي على علاقه بيه. وبيرجع بعدها للبدروم وبيقعد لوحده، وبتدخل عليه امه وبتعرفه بان هي كمان حزينه على موت والده اللي كان قريب منه جدا، لكنها لازم تكمل حياتها علشان هو اكيد مش هيرضى على اكتئابهم وحزنهم ده، وان هي جنبه على طول وبتسنده، وان دي مش نهايه العالم لشخص ذكي ولماح زيه. ولما بتسيبه وتطلع فوق بيطلع معاها لاول مره وبيقعد معاها على السفره وبيتغدوا مع بعض من ساعه موت ابوه. وبنروح ساعتها لاندريا اللي بتكون عشيقه نيك اللي بيطلع قتل مراته فعلا علشانها، وبتروح بعدها لبارت في بيته وبتتكلم معاه وبيعرفها انه دلوقتي بيحبها بالرغم ان هي سابته ورجعت تاني للراجل المتجوز. فبتعتذر له اندريا وبتمشي، وبترجع على الفندق وبيراقبها بارت من البيت بالكاميرات بتاعته، وبيشوف المره دي نيك وهو برضه بيتهجم عليها زي كارين بالظبط، وبيكون خايف المره دي لا يخلص عليها وهو بيحبها. ولما بيشوف اندريا وهي بتروح منه بيقرر يروح علشان ينقذها، وبيدخل الغرفه وبيلاقيها لسه عايشه بس مصابه بسبب ضرب نيك ليها، وبيعرفها انه بيراقبها من الكاميرات اللي حاططها في غرفتها وده سبب وصوله ليها دلوقتي في الوقت المناسب. وبيعرفها ان نيك ده مجرم وبياخدها على بيته علشان يوريها الدليل، وهو معاه نسخه احتياطيه لفيديو نيك وهو بيقتل كارين مراته، وانه ممكن برضه يقتلها في اي وقت ولازم تروح معاه للشرطه علشان يبلغوا عنه. وبتعرف منه ان مفيش حد شاف الفيديو ده غيرهم ومفيش اي نسخه تانية غير اللي بيشوفوها دي. فبتنهار اندريا ساعتها من العياط بسبب صدمتها في نيك واستغرابها من تصرف بارت البريء وانه ما يعرفهاش كويس، بالرغم من كده عمل ليها كل حاجه كويسه. وتاني يوم بيفوق بارت ومش بيلاقي جنبه اندريا، وبيعرف ان هي كانت بتخدعه، وبيلاقي سلاح الجريمه على سريره وبيكون عليه بصماته، ومعنى كده انه هيسجن مكان نيك. لكن بارت بيكون ذكي واذكى منهم هما الاتنين لانه معاه نسخه احتياطيه تانية للكاميرا اللي كانت في الجرافطه بتاعته، وبيوريها للمحقق ساعتها، وكمان بيسلموا أداة الجريمة علشان يسجن بعدها نيك وأندريا. وبنشوف بارت وهو اتعلم مهارات التواصل مع الناس زي ما كان عايز. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، متنسوش بقى لايك شير سبسكرايب فيلم الآخر عشان يوصلكم كل جديد.